السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة على حضراتكم جميعا. أنا هنا في مسقط رأس أجدادي، مركز الصف، قرية الفهميين. أجدادي اتولدوا هنا وعاشوا هنا، وده قبر أبويا الله يرحمه ويحسن إليه. أسألكم الدعاء لي بالرحمة. اللي جه وقف هنا وطلب إن هو يدفن جنب عمه اللي هو معلمه الأول، اللي كان بيدرس له في المدرسة وبيعلمه، فتأثر بيه جدا وطلب إن هو يدفن بجواره يعني. أنا عايز أقول لكم إن هنا المقابر أغلبها نظام لحد، ولحد ده يعني شباب بيطلع من العيلة يحفر الحفرة ويعمل اللحد ويبدأ ينزل المتوفي فيه وتتقفل وما تتفتحش تاني. طبعا علشان الارض ضاقت، ده جبل، وعشان العدد بيزيد بدأوا يلجأوا لنظام الاوض. بس معظم المدافن هنا لحد زي قبر والدي كده. مش دي الحكاية. الحكاية ان هنا انا عندي 5 اعمام، جدي وجدتي. النهاردة 4 منهم هنا، 4 من عمامي، والدي و3 تانيين هنا. والدي كان اكبر اخواته. وجدي وجدتي هنا. العيد الكبير قرب. في العيد كنا بقى بنروح لقرايبنا ونروح لعمامنا وخلاننا ويدونا بقى العيدية ونتبسط ونضحك ونلعب ونفرح وكلهم موجودين، وجدي موجود وجدتي موجودة وعمامي موجودين وكله موجود، والحياة سهلة وجميلة وبسيطة. النهاردة يعني في عم واحد بس على قيد الحياة، ربنا يديله الصحة، لكن جدي وجدتي وعمامي كلهم هنا. يعني لو مشيت كده في الاتجاه ده اوريكم كلهم هنا. فاللي انا عايز اقوله بس حاجتين. الحاجه الاولى، اللي يعني انا والدي بعد ما توفى اكتشفت ان هو اقرب صاحب ليا، اقرب صاحب ليا، بحكم ان هو اللي عاش معايا في كل لحظه، عاش معايا في كل وقت. مفيش وقت في حياتي، مدرسة، كلية، تخرج، مشاكل، فرح، حزن، مفيش وقت هو ما كانش موجود فيه، جواز، خلفة. فده أقرب صاحب ليا، يعني أكتر واحد قريب ليا. طب لما كان موجود الدنيا برضو بتاخدنا، بشوفه وبوده وببره وبعمل كل حاجة وباخده ونروح المستشفى ونعمل له كل اللي هو عايزه، بس في الآخر لا، يعني كان ممكن يبقى الوقت أكتر من كده. فاللي لسه والده أو والدته موجودين اشبعوا منهم يا جماعة، وروحوا لهم واسمعوا منهم وشوفوهم محتاجين ايه وادخلوا في الموضوع ده، لان بعد الحكاية دي ما بتحصل بيبقى الموضوع صعب جدا. دي اول حاجة عايز اقولها لكم. تاني حاجة عايز اقولها لكم، ان هي دي النهاية، بس كده خلاص خلص الموضوع. جرينا وهرينا واتبهدلنا ومشينا بما يرضي الله بالحلال او مشينا بالحرام. سيبنا لولادنا مليارات وملايين، او سيبنا لهم الستر والصحة والراحة واللي قدرنا عليه. هنكافح وهنشتغل وهنعمل كل حاجة، بس الحكاية اخرتها دي. بصوا، ده عمي وده لسه عايش، ودي مرات عمي ولسه عايشه، بس هو فاهم خلاص، جهز نفسه. بصوا يعني هو الراجل ايه، ربنا يديله الصحه. قال لك انا مجهز اهو المكان، عشان ايه؟ يبقى خلاص احنا كده مكاني محجوز. هي دي الحكايه يا جماعه والله، هي دي الحكايه. الحكايه اخرتها هنا. اسعى وانجح واعمل لولادك واشتغل وكافح، والحياة جميلة، ودوس واعمل كل حاجة نفسك فيها، بس اوعى تنسى ان الحكاية اخرتها كده. طب طالما الحكاية اخرتها كده، يبقى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويبقى ما عند الله خير وابقى. بصوا، المقبرة دي لواحد من عيلتنا. انا بس لو مكتوب التاريخ هقول لكم هو توفى سنة كام. بصوا يا جماعة، توفى 1974. 1974 الحاج محمد عوض، الحاج محمد عوض الله عوض. بصوا اصلا شكل المقبرة عاملة ازاي، بصوا كان شكل الطوب عامل ازاي. توفى 1974، احسب بقى ال 2023. فهذا الرجل يركض في سلام من 1974. بس انا مش هطول عليكم،
آه، انجحوا واتبسطوا وعيشوا الحياة، بس ما تنسوش ان دي اخر الحكاية، وكلنا هنبقى هنا. طب انت عارف هتبقى هنا امتى؟ احنا بنطمح بقى ان احنا هنكبر وهنروح نحج وهنغسل الذنوب وهنبقى تمام وهنقرب من ربنا اكتر وهنصلي كل الصلوات في المسجد وهنزكي وهنعمل كل. ايوه، امتى بقى تضمن؟ حد عارف؟ انا واقف على وش الارض، بكره ممكن ابقى في بطن الارض عادي جدا، عادي جدا. محدش عارف يا جماعه هيبقى هنا امتى، او في مكان زي هنا يعني. محدش عارف. هل تضمن بكره؟ بعده. واحنا في زمن ما شاء الله جميل، وموت الغفله بقى اكتر حاجه موجوده، شباب صغير وناس، وفجاه توفى. ايه السبب؟ مفيش سبب والله، دخل ينام ما قامش. حاجه غريبه جدا. محدش ضامن هو امتى هيكون هنا. فما تنسوش ان احنا اخر الحكايه هنبقى هنا. السلام عليكم.